السلام عليكم. أنا محمد نشأت. النهارده قررنا نصور فيديو للسيد محامي الشعب العقيد عمر عفيفي. قعدت أفكر أنا وهاني حمدي كتير جدا هنصور الفيديو ده فين، وفي الآخر قررنا إن إحنا نصوره في مكان يليق بسيادة العقيد عمر عفيفي، وهو أحلى خرابة في مصر. مش غريبة لما تغدر وهو انت اسف، مش غريبة ومش غريبة لو تفكر يمكن ناسي، مش غريبة. ولو تفتكروا اجتماعه يوم 29 يناير كان في غرفة تحكم وعمليات القوات المسلحة، على يمينه طنطاوي، على شماله عمر سليمان. ايه ده؟ ده انت اسهلتني يا راجل. دي ايه قوة الملاحظة الجبارة دي يا سيادة المقدم؟ معقولة كلنا ما ناخدش بالنا؟ كتر خيرك والله، نورتنا فعلا يا جماعة. يوم الاجتماع ده كان قاعد على يمين حسني مبارك السيد اللواء عمر سليمان، وعلى شماله سيادة المشير محمد حسين طنطاوي، ولا حد فينا خد باله خالص. لا انت يا راجل يا راجل يا محترم، عايز واحد كان رئيس جمهورية يجتمع بمين؟ ايام ثورة وايام ما يعلم بيها الا ربنا، يجتمع بمين يعني؟ يحط على يمينه علي علوكة وعلى شماله سيد كوبس؟ اكيد طبعا هيبقى على يمينه النائب وعلى شماله وزير الدفاع. وبعدين دلوقتي انت بتقول ان هم كانوا مجتمعين في غرفة التحكم الخاصة بالقوات المسلحة، امال انت عايزهم يجتمعوا فين؟ يعني لما الراجل يجتمع بالنائب ووزير الدفاع ياخدهم وايه؟ ياخدوا فلوكة في البحر؟ طب شوفوا المجلس ده واخد شرعيته منين اساسا؟ اذا كان المجلس كله واخد شرعيته من واحد مخلوع. يا حلاوة افهمني، المجلس العسكري مش واخد شرعيته من حسني مبارك بس. حسني مبارك فعلا نقل سلطاته للمجلس العسكري، لكن حسني مبارك قال قرارات كتيرة جدا جدا اثناء الثورة والشعب رفضها، لكن بمجرد ما نقل سلطاته للمجلس الاعلى للقوات المسلحة، افتكر بقى ان الشعب كله نزل احتفل، والشعب كله رحب بالقوات المسلحة، والشعب وافق على تولي القوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد. يبقى المجلس هنا واخد شرعيته من مين؟ هي ايه دي؟ طب اذا كان بقى المشير عايز يشهد، يا ترى هيقول ايه اكتر من كده؟ واحنا اجتمعنا في ذلك الوقت وخدنا اراء بعضينا، والشيء المشرف ان كل المجموعة اللي هي بتاعة المجلس الاعلى للقوات المسلحة بما كلها كان القرار بتاعها لا نفتح نيران على الشعب. طب انت يا حاج عمر عفيفي راجل شكلمه والناس كلها عارفاك ومش هتدق عليه، رحت جبت الفيديو بتاع سياده المشير محمد حسين طنطاوي وهو بيتكلم فيه في اكاديميه الشرطه حوالين قضيه قتل المتظاهرين، وقلت ادي شهاده المشير اهو، مش محتاجين ادله. انما الاعلام الكبير حبيبنا الاستاذ محمود سعد يروح يعمل نفس الغلطه ويقول احنا مش محتاجين نعرف شهاده المشير لانه قالها خلاص. وطبعا خرجت حكايات كتير، يعني خرجت قصص وبيقولوا انه انصار مبارك زغرته وبتاع، لكن طبعا انا اشك في كل ده، لانه المشير قال كلمته اللي احنا قال شهادته. انتوا عارفين شهادته ايه؟ اهي شهادته، شو اسمعوها، قالها في اكاديميه الشرطه. تسمعوا شهاده المشير، قالها بصراحه وبوضوح لدى الجميع. واحنا اجتمعنا في ذلك الوقت وخدنا اراء بعضينا، والشيء المشرف ان كل المجموعة اللي هي بتاعة المجلس الاعلى للقوات المسلحة بما كلها كان القرار بتاعها لا نفتح نيران على الشعب. لا، مجموعة المجلس الاعلى للقوات المسلحة قال كلمته مش ليه بيقول كده؟ لابد انه طلب منه. يا اخوانا افهموا الشهاده كانت بتقول ايه، افهموا كلام السيد المشير محمد حسين طنطاوي قال ايه. الراجل قال حتى في الفيديو اللي ناقص اللي انتوا قطعتوه وحذفتوه وما جبتوش الجزء المهم اللي فيه، بيقول احنا اجتمعنا كقاده المجلس الاعلى للقوات المسلحه وقلنا يا جماعه نحل الموضوع ازاي، نشوف ايه، خدنا اراء بعضينا وشفنا كل واحد قدم اقتراحاته، وفي الاخر اتفقنا ان لا مش هنفتح نيران على الشعب. ده معناه بالعقل كده البسيط جدا
ان محدش اداله امر بضرب المتظاهرين، هم الناس اجتمعوا يا ترى نفض الموضوع ده ازاي او نحل الازمه دي ازاي، ده القرار وده القرار وده القرار، وفي الاخر اتفقوا ان احنا نعمل اي حاجه الا قتل المتظاهرين. وبلاش كده، اعتبروا شرحي انا غلط او تفسيري للموقف غلط. طب ما تيجوا نشوف بقى اللي قاله سياده المشير محمد حسين طنطاوي اللي كلكم رفضتوا تعرضوه. على ذلك لأن عمرنا احنا ما هنكون مزايدين ولا في ذلك الوقت لم يطلب مني أنا شخصيا ولا من حد مننا في القوات المسلحة أو في المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لم يطلب أحد إن احنا نستخدم النيران. ما حدش قال لنا استخدموا النيران، عشان ده شهادة حق وشهادة صدق ربنا هيحاسبنا عليه. المرة دي بقى 9/9 الخطة بسيطة وبسيطة جدا. يا ماما يا بابا تعالوا بسرعه، عمو هيقول الخطه. 1. هنعتمد على الانتشار الأفقي. الانتشار الأفقي يزحف ويتوغل وينتشر ويتسرب ننتشر ونتوغل وننتشر ونقعد نتنطط بقى من حته لحته عشان نأكد نظريه داروين ان الانسان اصله قرد. هنتظاهر في مناطقنا، كل واحد هيتظاهر في منطقته في محافظته، يعني اللي في اسكندريه هيتظاهر في اسكندريه، الاسماعيليه في الاسماعيليه. يا سلام، يعني انا بعد ما حضرت الشنطه وحضرت هدومي ورايح اتظاهر في جمصه تقول لي دلوقتي كل واحد يتظاهر في المحافظه بتاعته؟ والله طب انا بقى مجموعي جايب مظاهرات دمنهور، اعمل ايه دلوقتي؟ كل شباب الشارع يتجمع وما تدخلوش حد غريب ما تعرفوهوش وسطكم. يا دروفه ما تدخلش حد غريب المنطقه. يلا انت وهو يلا كل واحد يتظاهر قدام بيته. الباشا قال كل الناس تتظاهر قدام بيوتها بس ما حدش يجي المنطقه. يلا بقى ما بوظوش الخطه الله يخرب بيوتكم. وهنربط كلنا في التليفونات. 6. طب ازاي بقى هنجمع بعضنا؟ كلنا هننزل بمشيئة الموت الساعة 9 بالظبط يوم الخميس 8/9 تحت بيوتنا. لا انا اقتنعت انا سخنت خلاص. انا نازل يا باشا، انا نازل ما تقلقش. بس هو سؤال رفيع بس. دلوقتي حضرتك قلت الميعاد هنتجمع الساعه 9 وقلت الاماكن اللي هنتجمع فيها وقلت هنربط مع بعض بالتليفون، قلت الخطه كلها على النت. انت بتسلمنا ولا ايه؟ ها؟ انت معاهم؟ 7. طب والقيادة مين اللي هيقود؟ انا اللي هقود يا باشا، انا معايا رخصه. وهنعتمد على المناوره اللي هي الكار والفر، كار والفر، فر والكار والفر. خليكي بس ثواني، لا مؤاخذه يا باشا، بس بعد اذن حضرتك عشان الخطه ما تبص. احنا هنكر كام مره وهنفر كام مره عشان يعني معانا حريم وبتتعب بصراحه، ولو الكرات كتير والفرات كتير يا ريت حضرتك تكلم لنا الكابتن حمدي مكرونه عشان يبقى مدلك الثوره. لان في الاخر العسكري بشر وليه طاقه معينه للاحتمال. يا بنتي افهميني ما تجننينيش، ركزي معايا، انا شرحت لك 20 مره لحد دلوقتي. العسكري بشر هيجهد وهيقع على الارض، انما المتظاهر ده كائن فضائي ما بيجهدش خالص. وهنشتغل بطريقه الفلاش، يعني هنظهر فجاه وهنختفي فجاه، هنظهر في مكان وهنختفي منه، وهنظهر في مكان تاني وهنختفي منه. فلاش 1، فلاش 2، فلاش 3، فلاش. المجلس يتوكل على الله. شكر الله سعيكم.